وصفة النهاردة أجمل وألذ مكرونة بالبشاميل ممكن تجربوها، وهقول لكم على شوية حاجات هتطلع معاكم رهيبة، وازاي البشاميل يطلع كريمي والصينية تاخد وش حلو من غير ما نحط جبنة أو بيض أو قشطة. هعملها النهاردة بحشوة التونة الرهيبة، والطريقة دي أنا اتعلمتها من ماما. أول حاجة هعملها هي صلصة الطماطم، وهتنقل الصينية في مكان تاني خالص. في حلة زودت ربع كوباية من الزيت النباتي وبصلة كبيرة مبشورة، قلبتها لحد ما اخدت اللون الذهبي الجميل ده. بيفرق في الطعم، بيخلي كده الصلصة مسكرة. وزودت كيلو من الطماطم ضربته في الخلاط وصفيته. هزود كمان معلقة صغيرة من الملح ونص معلقة من السكر ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. هقلبهم كويس مع بعض. هغطيهم لحد ما الصلصة تتقل وتنشف أي سوائل فيها. هجهز دلوقتي حشوة التونة الرهيبة. في طاسة ضفت شوية من زيت اللي موجود في علبة التونة. احتجت زيت علبتين تونة، أو تقدروا تستخدموا زيت عباد. هزود بصلتين مبشورين، هقلبهم مع بعض لحد ما ياخدوا اللون الذهبي الجميل ده. التوابل ملح وفلفل اسود وبابريكا وكمون. المقادير بالظبط كلها هكتبها لكم في صندوق الوصف. زودت 3 علب من التونة تقريبا كلهم كانوا 500 جرام. هفتت التونة بالمعلقة، واخر حاجة هزود معلقة كبيرة من صلصة الطماطم اللي عملتها في الاول. هقلب كويس جدا لحد ما تختفي اي سوائل والاقيهم اندمجوا مع بعض. هحتاج للبشاميل 7 معالق من السمنة، او ممكن تستخدموا زبدة، او ممكن تستخدموا سمنة وزيت او زبدة وزيت. وعليهم 7 معالق من الدقيق. هقلبهم كويس مع بعض، ومهم الخليط يكون زي الكريمة كده. هقلبهم لحد ما تظهر الفقاعات دي. كده الدقيق استوى. هزود لتر ونص من الحليب، والافضل يكون من عند اللبان. زودت كمان معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة من الفلفل الاسود، وربع معلقة من جوز الطيب. هزود كمان بيضة، زودت لها معلقتين من المية. هضربها كويس وزودتها على البشاميل. وما تقلقوش خالص، البيضة هتدي البشاميل قوام كريمي حلو جدا. هفضل اقلب في البشاميل لحد ما يغلي، حتى بعد ما يغلي مش هطفي عليه. هستنى شوية واقلب، بمعنى هديه فرصة يتقل، ولو حسيت انه محتاج سائل ازود نص كوباية من اللبن لحد ما اوصل للقوام ده، قوامه المظبوط ده. في نفس الوقت هسلق المكرونة في مية مغلية ومعلقة كبيرة من الملح، وهقلبها علشان اضمن ان مفيش مكروناية تلزق في التانية. سبتها من 10 ل 12 دقيقة، او زي ما مكتوب على الكيس، على نار متوسطة. صفيت المكرونة وهقلبها مع الصلصة اللي عملتها. وبس كده هجهز الصينية بمعلقة من الزيت. انا استخدمت صينية كبيرة، كانت مقاس 30 في 25. سلقت المكرونة وعملت البشاميل في نفس الوقت، علشان ما ينفعش يستنوا. لو سيبنا البشاميل هيكون قشرة، ولو سيبنا المكرونة بعد ما تستوي هنلاقيها بتلزق في بعضها. وهزود ربع كمية البشاميل، وهحط نص كمية المكرونة وحشوة التونة. هزود باقي المكرونة وحطيت باقي البشاميل.
واخر حاجة هعملها هدهن وش الصينية بمعلقة من السمنة او الزبدة بايدي كده. دخلتها فرن سخن رف وسط لحد ما كل المكونات تندمج والاقي البشاميل بيغلي من الجنب. كده كل المكونات مستوية. هشغل الفرن من فوق تاخد لون، تقريبا اخدت نص ساعة. شايفين الجمال؟ رهيبة. وانا استعجلت وقطعت منها وهي سخنة. شايفين بتنهار ازاي؟ ودي لما بردت كريمي ورهيبة. جربوها وقولولي رأيكم، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.